هحاول ابتدي معاكم بالراحة. بصوا، دريموركس استوديو مرن جدا في المحتوى السينمائي اللي بيقدمه. من اول ما بدأوا ممكن في لحظة يعملوا واحد من اعظم الاعمال السينمائية على الاطلاق، وفي لمح البصر بعدها على طول يعملوا واحد من ازنخ واحقر الحاجات السينمائية اللي متأكدين انها على الاقل هتجيب فلوس. بس انا ما كنتش متوقع خالص بداخلة الفيديو وانا بعمله ان انا مضطر اطلع 13 فيلم عظيم من الاستوديو ده. وكنت فاكر الموضوع هيبقى سهل جدا، معنا فيلم كونغ فو باندا على فيلمين شريك هيتصدروا القايمة، وفي الاخر خلصنا. الموضوع ما طلعش بالسهولة خالص. دريموركس بجد لما بينزلوا افلام عظيمة بتكون من اعظم الافلام السينمائية على الاطلاق. فانا طلعت افلام يا اما مش بس المفروض افرمت منهم علشان اطلع 13 فيلم، بل كمان محتاج احطهم في ترتيب يليق بيهم، والموضوع طلع صعب. فعشان اتجنب وجع الدماغ قعدت مع كل فيلم اقارن كل نقطة فيه. عملت شيت اكسل كده فيها الايجابيات والسلبيات بتاعت كل فيلم عشان اعمل ترتيب صحيح للافلام بشكل افضل، لان الموضوع طلع يتضمن حاجات كتيرة من حوالي 50 فيلم طالعين من الاستوديو الصغير ده. فهنبتدي معاكم الترتيب، وطبعا ده مش تقييم نهائي وافي مقفل الدنيا كلها. ممكن طبعا تقولوا رأيكم الشخصي، بس بشكل عام التقييمات قريبة جدا وواقعيا من منظور كل شخص بيتفرج وعارف الأفلام اللي هنتكلم عنها دي. فبدون ما نطول أكتر من كده، يلا بينا. يا نهار أبيض. If you can't catch a wave then you're never gonna ride it. You can't come uninvited. البداية حلوة ومبشرة جدا الصراحة. ده أول فيلم رسوم تقليدية أشوفه بره إطار ديزني في حياتي، ومن وقتها وأنا بفضل الرسوم التقليدية عن CGI اللي شغالين بيه لحد دلوقتي. فمن أولها كده وبداية عظمة، مش محتاجين كلام كتير نقوله في النقطة رسوم متحركة بتحكي بتاع 50% من قصة الفيلم، والتصميمات عظمة جدا. فيلم بيتكلم عن معنى الحرية الحقيقية وهيخليك فعلا تحس. فيلم مليان معاني للرجولة بأشكال كتير، ومن أوائل الأفلام اللي تنزل في الوقت ده اللي مليانة political correctness في كل حتة فيه. بس ما علينا، أنا هبص على مضمون القصة بشكل عام، مش جاي أقرأ تاريخ. من أعظم حاجات في الفيلم هو الإخراج السينمائي والتعامل مع شخصيات الفيلم والإخراج اللي عاوز يوصله للجمهور. الفيلم فيه شوية نيريشن أو حكي للجمهور، لكن غالبية الوقت اللي الفيلم فعلا صامت والقصة بتتحكي فيه عن طريق الرسوم المتحركة والإخراج. دي لحظات المشاهد بيحس فيها انه بيتكلم مع الفيلم بطريقة غير مباشرة، والفيلم بيتعامل مع الجمهور في اللحظة بذكاء. الفيلم بسيط جدا في القصة اللي بيوريها للجميع عن الحرية، عدم التقيد والمسؤولية وضبط النفس، معمولين بأفضل الأشكال الممكنة اللي تقدر توصل لأي مشاهد بيتفرج. لغة الجسد والرسومات والإخراج والأغاني اللي موجودة في الفيلم بتوصل القصة بتاعة الفيلم بسلاسة رائعة، ومن الأفلام اللي أكدت إن دريموركس فعلا مش جايين يهزروا. يا سلام، من روائع الكلاسيكيات، كأنك بتشم رائحة مخبوزات كده اللي في البيت وانت صغير. يا سلام، الفيلم مريح جدا للمشاهدة وانت بتشرب كوباية شاي بلبن جنبها شوية بسكوت. ما علينا من التلميحات الفيلم يعتبر حاجة تتشاف على التلفزيون، بس تنفيذ عبقري جدا. فكاهة الفيلم بتاعته في الإفيهات الذكية جدا اللي موجودة فيه، مع لمسة من الرعب الطفولي على سيناريو كوميدي في كل سطر فيه. الفيلم بيتحس جدا انه مشروع طلاب جامعي، ومن الحاجات اللي مخليه الفيلم ده قوي جدا بالفطرة. مشكلة الفيلم الصغيرة ان في ناس كتيرة تتفرج على الفيلم ومش هتفهم معظم الإفيهات والنكت اللي موجودة جوه، حتى لو بتعرف تقرأ وتتكلم انجليزي، وده مفهوم. ثقافة الفيلم في الأساس انجليز، ومتعته للأسف في مستوى الناس اللي على علم بالثقافة الأوروبية أو الثقافة الإنجليزية، واللي بيخلي الفيلم على كل أصعدة ممتع في كل نقطة وصغيرة فيه على كل مشهد موجود على الشاشة. فعشان كده مش هتلاقي الفيلم بيتذكر بشكل دائم جدا من عامة الناس وهي بتتكلم عن أقوى أفلام للاستوديو، وده مفهوم. هل أقدر ألوم أي حد شاف الفيلم ما عجبوش؟
إطلاقا. بس الفيلم بيقدم عوامل ممتعة جدا للمغامرة بتاعته ما بين قصة حب وأكشن وشخصيات الذكر على المدى البعيد ومواقف استثنائية هتخليك تضحك تلقائي حتى لو ما كنتش فاهم كل الإفيهات بتاعة الفيلم. دايما الفيلم ده لما كان بيجي على MBC 3 وانا صغير كنت احب اتفرج عليه جدا، مختلف جدا عن افلام دريم وركس التانية ككل حاجة، ودي احدى مميزات الاستوديو في التجارب والتنوع بتاعهم. ما ننساش طبعا ان واحد من اقلية افلام دريم وركس اللي تحصد جائزة الاوسكار، بس احنا مبناش نعتمد على الجائزة دي خلاص يعني عشان مبقاش لها معنى. زمان قبل ما ندخل في ثقافة الشخص الشرير عبارة عن شخص طيب جدا من جوه، بس يا حرام العالم فهمه غلط، اتعمل فيلم صحيح عن شخص اتحط في المكان والوقت الغلط والموقف اللي اتحط فيه هو اللي صنعه، لكن الفطرة بتاعته نجحت في المقابل والتنفيذ كان عظمة جدا. مش شخص تلاقيه يقتل نص سكان الكوكب والمفروض اتعاطف معاه عشان هو حس بالذنب لكنه مكمل عشان هو ده اللي كبر عليه. ثقافة الأفلام اتغيرت والعيال بقت رخوة وصيع. ما علينا، الفيلم ده رائع جدا وبسيط جدا من جوه بس ملخبط على الآخر. فكرة الفيلم بيتكلم عن هو أنت إيه؟ أنت شخص كويس ولا وحش؟ أنت جاي تسلم رسالة ولا تعيش؟ جاي تبقى ملاك ولا صاحب أملاك؟ جاي تخلي العالم يرسمك ولا أنت ترسم نفسك للعالم؟ الفيلم ده بيسأل أسئلة كتير، بيلف ويدور كتير، بس دخلته بسيطة جدا هتخلي المشاهد العادي يحب يتفرج عليه. دخلت الفيلم فيها وجع دماغ وصوت عالي، أو بمعنى أصح presentation. فيلم سوبر هيرو تقليدي جدا في الفكرة والقصة، بس التنفيذ مش اعتيادي بل استثنائي جدا. ده واحد من أوائل أفلام دريم وركس اللي بيبدأ دخلاته وقفلاته بموقف انت ما تعرفش هيحصل ايه، فصعب جدا تلاقي نفسك بتحرق الفيلم، لان في كل فصل فيه الفيلم بينحرف في معطف المشاهد مش هيتوقعه، مع انه فيلم في الاساس المفروض انه محروق، وفي الاخر المشاهد هيلاقي فيلم ايقوني جدا ورائع في انتظاره، وبجانب كده كوكتيل ميمز رائع جدا يمكن استخراجهم. عظمة. ندخل بقى في التوب 10. بنبدأ بقى التوب 10 بفيلم مفاجأة ما شفتش حد اتكلم عنه إلا القلة القليلة جدا من البشر. تشيكن ران فيلم كوميدي خام، فيلم ما بيخافش من اللي بيتفرج عليه، ما بيخافش يرمي لفظ هنا وهناك، بل الفيلم نفسه فيه بعض العناصر اللي ممكن نشوفها في أفلام كلاسيكية تانية زي شاوشانك ريدمشن على أفلام في محيط الحرب العالمية الأولى والتانية، وريفرنسز تانية لأفلام سينمائية كلاسيكية تانية موجودة في الفيلم ده. لازم انوه طبعا ان الاطفال مش هتحب الفيلم ده خالص ومقارنة بالافلام التانية اللي موجودة في القائمة ديت، لكن اسمحولي اقول ان دي اقوى مميزاته. زي والاس وجرامت على المستوى ان الفيلم ده تحسه طالع مشروع طلبة جامعي، الاحساس ده بقى في الفيلم ده اقوى بكتير، فعشان كده هنلاقيه فيلم مش عائلي زي باقي افلام القائمة ديت. كل شخصية في الفيلم ده رائعة، كتار واغلبهم في التصميم زي بعض، بس الشخصيات نفسها مختلفة جدا بعيدا عن الشخصية الأساسية. أنا حبيت إحساس البناء والبحث عن الحرية وجو البداية الجديدة اللي الفيلم ده اشتغل عليها بشكل ممتاز، والموسيقى عظمة. كوميديا الفيلم بقى خيال ودلال مختلف تماما. قلنا إن الفيلم ده مش بيخاف من اللي بيتفرج عليه، وخلينا أقول إن الكلاسيكيات اللي بتتقال والفيلم شغال حاجة هتخليك تضحك تلقائي. الفيلم مليان شوية وان لاينرز يعتبروا حاجة في قمة الكوميديا. ده فيلم تحفة سينمائية رائعة، وانا اتعرفت على الفيلم ده بالصدفة البحتة وانا بعمل الفيديو ده، وهي الصراحة واحدة من افضل اللحظات اللي القدر شاء فيها انه يجمعنا مع فيلم متكامل بالجمال ده، من الافلام الاندر ريتد الصراحة. أنا عندي قصة شخصية جدا مع الفيلم ده أول فيلم في حياتي أشوفه في السينما. صيف 2014 كان واحد من السنوات اللذيذة جدا في مصر الصراحة، والفيلم ده
كان صاحب جدع معايا في الفترة ديت. ان انا اتفرج على الفيلم ده كهدية نجاح في الامتحانات كان كويس برضو، عشان كنت فوتت الفيلم ده، ونوعا ما كان كويس اني فوتته. والفيلم يعني فضل معايا حبة حلوين في حياتي، خصوصا في 2015 لما دخلت المستشفى وحصلت لي شوية حاجات لطيفة كده معايا. فالفيلم ده كان بيديني طاقة إيجابية كبيرة قوي وأنا صغير، وحاجة مش هتتعوض بالنسبة لي. أنا لسه فاكر المشهد بتاع هيكب ومامته في السينما، وإزاي أنا كنت فرحان جدا بالوقت اللي بيقضوه مع بعض جوه الفيلم. حرفيا حسيت إن أنا بطير في السما بحرية وقتها. ودي كانت برضو أول مرة أدمع وأنا بتفرج على فيلم. الفيلم يعتبر اكسترافاجانزا قوي جدا جدا، وبيوضح فيه إزاي دريموركس بينجحوا إنهم يخلقوا أفلام ثانوية أسطورية، تكملة على اللي حصل في الفيلم الأول مع تنوع يخليه مختلف تماما عن الفيلم، ويفضل مع نفسه، وفي نفس الوقت بيدي مغامرة، شخصيات، عالم، مخاطرة، ولحظات مع موسيقى أوركسترا تخليك تدخل في إحساس مش هتنساه. ومعرفش الفيلم ده نجح ازاي انه يخلي كل مشهد فيه يتكلم مع الجمهور بشكل شخصي، بس انا مش معترض يعني، الفيلم عظمة. ما اعتقدش ان احنا محتاجين نقول كتير عن الفيلم ده الصراحة، وحتى لما ذكرناه في الاول هو متوقع جدا ان انا الاقي الفيلم ده في القايمة، بس مش شرط يعني يكون افضل فيلم ليهم. بغض النظر فهو سهل جدا ان نقول على الفيلم ده ايقوني. ده الفيلم الخناقة اللي كاتزنبرج صنعه عشان يمسي على ديزني بطريقته، والفيلم نجح، كسر اساسيات اميرات ديزني، وعمل اسم كبير للاستوديو، وخد الاوسكار. يعني لو جينا نحلل الموضوع بشكل اعمق شوية، فاحنا فاهمين كل نقطة في الفيلم معمولة ليه ورايحة فين وجاية منين. الموسيقى مش كلاسيكية، بل روك ان رول واحلى مسا. البطل بتاعنا مش وسيم. الاميرة ما عندهاش مشكلة تخمس بمكنة صيني. الشخصية الجانبية مزعج، مفيش حاجة اتغيرت هنا يعني. والشرير، الاسم، التصميم، والتفاصيل التانية مش محتاجة شرح. ده أول فيلم ياخد قصة الأمير والأميرة الكلاسيكية وينزل بيهم من الطبقة الأرستقراطية، وينزل بيهم تحت خالص، لواحد حرفيا عايش في الطين. الفيلم مهتم جدا بكل تفاصيله لدرجة إنها قوية جدا بشكل طبيعي. السرد بتاع القصة والإخراج حاجة جميلة، وفيه فعلا قصة جميلة جدا عن تقبل الذات. فيلم كلاسيك ومش هنقول عليه أكتر من كده. هترجع تتفرج على الفيلم ده مع كل مرة، وكل حاجة جديدة هتتعلمها هتلاقي الفيلم ده بيجي معاك من منظور جديد، فمش هتلاقي نفسك مليت ولا مرة وانت بتتفرج على الفيلم. وطبعا عندك كمية ميمز طالعة من الفيلم ده هتحتاج واحد معاه دكتوراه عشان يطلعها كلها ويشرحها. قبل ما نكمل بس، يعني في حاجة جميلة جدا بين كل فيلم بنتحرك منه، وهو الأغاني والموسيقى. يعني أنا معرفش ليه، بس the music goes hard بطريقة فظيعة جدا في أفلام دريموركس عامة، والفيلم ده طبعا مش استثناء، بل بيكمل على عظمة الاستوديو. احنا عملنا مراجعة شاملة للفيلم ده قبل كده ومش محتاج اتكلم كتير، بس هقول اللي عندي هنا. ده فيلم بيمارس هوايته المفضلة مع الجمهور، وهو انه ازاي يخليك تحس. هتضحك شوية بشكل هستيري في مرة مع الشخصيات اللي قدامك، هتزعل شوية مع الشخصيات اللي قدامك، هتشجع كويس اوي الشخصيات اللي قدامك، هتحس للشرير بتاع الفيلم تتعاطف معاه بس مش لدرجة التسامح. بعدها هتفرح في نهاية الفيلم، وهتنجذب جدا لكل مشهد قتال معمول عليه إخراج وكوريوغرافي رائع، ومشاهد عليها إضاءة في قمة الاحترافية، مع دروس رائعة عن الحياة واقتباسات رائعة جدا هتسمعها، ويمكن تساعد في لحظة من الزمن، ومعاني جميلة جدا للحياة. في ناس ممكن تزعل إن حاطط الفيلم ده أعلى من شريك، بس هو مش مجرد سبب واحد يعني. ده فيلم اتقل من ناحية الماتيريال والإخراج وكل اللي بيحصل على الشاشة، لأن الفيلم كويس جدا في إنه يعرف يتكلم مع الجمهور على مستوى شخصي. بس برضه ما نزعلش، عشان لولا الفيلم ده ما جاء الفيلم الأعظم، والأعظم هنشوفه كمان شوية.
Isn't there a white knight upon a fiery steed? الفيلم الكلاسيك. الفيلم تفتح حضنك كده وتستقبله بالترحاب كأنك تعرفه من زمان. يا سلام. منافس فيلم The Incredibles السينمات 2004. الفيلم ده كعادة دريموركس مع أجزاء أفلامهم خدوا كل حاجة نجحت في الفيلم الأول وعملوها من أول وجديد بصبغة مختلفة، وكل حاجة من الفيلم الأول اتضاعفت مرتين. الكوميديا بقت أقوى، المشاهد السينمائية بقت أقوى، كل اللي نفسك فيه اضربه في 2 وهتلاقيه في الفيلم ده. مش هقول غير ان القصة بتاعت الفيلم ده مش محتاجة منك تتفرج على الفيلم الأول، وده لوحده بيشرح مدى قوة السيناريو والإخراج بتاعت الفيلم ده فقط. ودي عامة حاجة أنا عديت بيها لأن ده أول فيلم شريك أتفرج عليه. الشخصيات هنا حاجة عظمة جدا. ده الفيلم اللي فتح المالتيفيرس بتاع شريك على أوسع أبوابه. بوس إن بوتس موجود، انتاجونست أحسن بكتير من الفيلم الأول وموجود على الشاشة بشكل أكبر، العملاق والشخصيات الجانبية الجديدة، الأقدار والسيناريو بتاع الفيلم بشكل خاص تحس كده إنه ارتفع جدا عن الفيلم الأول، مع كاست أكبر من الشخصيات الجانبية وبيدوا مواقف وون لاينرز عظمة. لا فعلا الفيلم ده عالي قوي. غيرنا القصة شويتين عشان ناخد فكرة تقبل الذات بتاعت الفيلم الأول، عليهم معلقة صغيرة كده من الثقة في النفس والشجاعة، والبيسنج بتاع الجزء التاني من الفيلم بقى أحسن بكتير من الفيلم الأول. وفي نفس الوقت بنلاقي إن الفيلم لسه بيمثل على ديزني بطريقته الخاصة، ولسه بنستكمل عادة بدأها كاتزنبرج. كل الكلام اللي احنا قلناه ده من غير ما نذكر حتى أمان الذوق الموسيقي اللي الفيلم ده بيمتعنا بيه. ده فيلم هيلزق في دماغي بشكل أكبر بكتير من الفيلم الأول، لكن عشان يقول لنا إن من السهل الاستوديو ده يعمل عظمة لو أخد راحته. فيلم سينمائي جدا مع مستوى عظمة من الميمز وتحفة فعلا كلاسيكية. هوبا بقى يا معلم، يقولك ايه؟ صعب جدا انك تلاقي فيلم ثانوي او فيلم متجزئ يعلي على الفيلم الاول، خصوصا لو مكان معين بس هو اللي بيعمل الفيلم ده. بس اهو بقى كالعادة يعني بتاع دريموركس واحنا في التوب 5 لازم يعملوا جزء تاني من فيلم كان عظمة وبنسبة كبيرة هيبقى اعظم منه، وده الاستوديو الوحيد اللي الريزومي بتاعته بيثبت بنجاحه في انه يعمل كده. الجزء التاني في سلسلة كونغ فو باندا هي وبلا شك واحدة من أفضل التجارب السينمائية على الإطلاق، وتنفيذ مميز جدا يخليك تدمع بسبب باندا على الشاشة. الكتابة في الجزء ده قوية جدا جدا قصاد الفيلم الأول والأفلام التانية اللي موجودة هنا، والفيلم بشكل أساسي على الشخصيات والقصة. الفيلم مش بيهدر الموارد اللي موجودة معاه إطلاقا، والشخصيات الجانبية والشخصيات الرئيسية كلهم ليهم دور مع بعض في الفيلم، والفيلم بيتقل تمام. اللي هو في مصيبة هنا. البحث عن الذات وتقبلها في الفيلم ده تنفيذها معمول بطريقة شريرة جدا بس ممتازة، عشان ده المفروض يا جدعان فيلم عائلي. طبعا عشان الكلام ده كله هنلاقي ان نسبة الكوميديا في الفيلم ده قلت، بس هي مش منعدمة خالص. فكرة ان الشخصيات اللي كانت على معاداة معاك تقرر انها تضحي بحياتها عشانك، ما اعتقدش انها سهل جدا تتنفذ في فيلم عائلي. حتى الافلام التقيلة الجديدة زي سبايدر فيرس يخاف يعملها. الموسيقى كمان، انا عارف ان كل شوية بقول الموسيقى بس هتعمل ايه يعني لما كل اللي قدامك تقدر تدفع فيه فلوس عشان بس تسمع فقط لا غير. الصراحة يعني الفيلم ده عظمة جدا ومش قادر اوصفه بشكل افضل من كده، لكنه يستحق بجدارة يكون من افضل الافلام السينمائية على الاطلاق. اول مرة اتفرجت فيها على الفيلم ده مش هنساها، ولربما يبدو ان الفيلم مكانه غريب في القائمة ديت، بس هو مش غريب اطلاقا. الفكرة ان دريموركس خدوا فترة كبيرة جدا فضلوا يعملوا فيها افلام متوسطة فيما اسفل، فاحنا نسينا قد ايه هما ممكن يعملوا افلام عظمة. فانا بشوف الفيلم ده كريتيرن تو جلوري بالنسبة لي، ويستحق كمان يكون هنا.
واحد من الكلاسيكيات الحديثة في عصر مليان بأفلام تعبانة جدا من هوليوود عشان يرادوا جمهور معين. ظهر الفيلم ده اللي يعتبر معجزة، قصة جميلة جدا عن الأمومة وأظهروا الجمال في تضحية الأم مع رسومات خلابة جدا تقدر تعلقها على حيط. الفيلم كله مغامرات أشبه إنها تكون صغيرة، لكن ما تحسش خالص إنها منفصلة عن بعضها، بل الكل بيكمل الآخر. بنلاقي الإخراج والبيسنج مع بعض شغالين في منتهى التناغم والجمال والإحساس عشان يخلي اللي بيتفرج يحس إنه بيفهم الفيلم على مستوى شخصي. ودي حاجة عامة مشهورة جدا في أفلام دريم وركس، بس مش كتير بيتكلم عن النقطة ديت. الكوميديا في الفيلم تختلف جدا عن كوميديا دريم وركس التقليدية المعروفة في غالبية أفلامهم، لكن مناسبة جدا للفيلم ده. ودي بشكل عام الفكرة الموفقة اللي بنعرف نوصف بيها الفيلم الجبار ده. انت هنا بتتفرج على تحفة فنية متناغمة في كل شيء بتقدمه، من أول شاشة افتتاحية لحد ما الستار يتقفل. المغامرة والشخصيات والأماكن والفيلم انت بتتفرج عليه، وكل حاجة من دول بيتحكم في مشاعرك وإيه الإحساس اللي مستنيك وانت بتتفرج. وفي نفس الوقت الفيلم بيديك دفء. الفيلم متكامل جدا ببعض المشاكل الصغيرة اللي ما نقدرش نقول عليها مشاكل بجد. أولهم إن دور الإنسان شبه منعدم في الفيلم ده، بس محدش بيحس بيه قوي غير في كام لقطة، ومع ذلك بيروحوا لحالهم أول ما يخلصوا. وحتة إن الفيلم ملوش شرير قوي بالمعنى القصصي بتاعت الشخصية الشريرة حتى بأحداث نهاية الفيلم برضه مش بتأذي الفيلم قوي. لو أقدر ألخص الكلام فهو أكتر فيلم رسوم متحركة فني اتعمل للشاشة. وفي كل الأحوال العيوب اللي ذكرناها ديت هي ميزة الفيلم أخدها عشان يحط شوية واقعية في القصة الفيلم فعلا احتاجهم. مش ممكن فيلم ثانوي آخر من أفلام دريم وركس بيبتدي معانا التوب 3. أنا منبهر. التوب 3 معانا هم أفلام مفيش ولا واحد منهم يقلل من التاني إطلاقا حتى بالترتيب ده. فهنا لو على تقييم الأفلام مع بعض وكل واحدة منهم على حدة، دي يا دوب شوية تحيزات معينة معانا لكل فيلم عامة. المهم ده تاني فيلم حديث معانا من كتالوج أفلام دريم وركس، وفيلم كلاسيكي على الطبيعة. مش بس كده، بل فيلم ثانوي آخر بيكمل على سير فيلم تاني، بس الفيلم ده ممكن يتشاف لوحده من غير ما تشوف الفيلم الأول ولا الأفلام التانية اللي تتماشى مع عالم الفيلم ده، اللي هو يعني دخل تتفرج وخلاص هتستمتع. ولو ده مش كافي يوضح عظمة الاستوديو في التعامل مع الماتيريال النضيفة، فمفيش حاجة هتكفي معاك. المهم يعني ده فيلم مش بس عرف يمتاز بوصفة أفلام شريك بشكل عظيم والكوميديا بتاعته والميمز من غير ما يحرق نفسه، ويقدم حاجة الجمهور فعلا هيحبها بغض النظر عن القصة والأداء والبيسنج والإخراج. لا، انت برضو هتلاقي كل دول موجودين معاك كمان. انت متخيل كتابة فيلم فيه أكتر من شرير رئيسي واحد على الشاشة، وكل واحد منهم واخد وقته بالسنتي ومكتوب باحترافية، وكل واحد منهم في الآخر أخد اللي فيه النصيب بنهاية ممتازة؟ ده غير بقى ما اقولكش الكوريوغرافي اللي موجودة على الشاشة في الخناقات اللي بتحصل، ومعانا كيمستري رائع جدا ما بين كل شخصيات الفيلم، بتحس من خلاله ان كل شخصيات الفيلم عمالة تسحبك واحدة ورا التانية بكل جملة وإفيه، والفيلم حرفيا مش بيقف. ليفل عالي قوي من الترفيه الفني والسينمائي لحاجة المشاهد هيتفرج عليها ويقول ايه العظمة دي. ده الفيلم اللي انت هتطلع منه وانت لسه عندك الادرينالين بتاع الحياة طالق في السما وفرحان. حرفيا الفيلم ده قدر يجمع كل حاجة الاستوديو اتعلمها من اول فيلم شريك اللي نزل في 2001، وكل الغلطات التانية اللي الاستوديو نفذها في الوسط. بص، احنا مش هنصيع على بعض، يعني اكيد لو انت متابع وفاهم كنت هتبقى عارف ان الفيلم ده هيظهر بسرعة او باخرى في القائمة ديت. تعالى يا غالي بقى احكي لك عن اعظم فيلم رسوم تقليدية ما اتعملش من ديزني. ده فيلم بروح حرفيا ومعنويا وشعريا وكل الطرق اللي ممكن تفكر فيها. كل فريم في الفيلم ده
بينطق بكل لحظة بتعدي في القصة وبيحكي مع سيرة الفيلم اللي شغال. كل حاجة في الفيلم دقيقة جدا بكل ما يحدث على الشاشة ومع سردية القصة. الموسيقى والأغاني، وهنا بقى غير الكلام اللي احنا قلناه، أهم حاجة في الفيلم ده. من أوائل الأفلام الموسيقية اللي هتشوفه بره عن أفلام ديزني، ومش هتحس ولا بكرنج ولا هتحس إنه فيلم سخيف وأنت بتتفرج، عشان ده فيلم موسيقي. بمعنى إيه؟ بص، هقولها لك بالبسيط: عظمة والتك على العظمة. انت مش هتشوف فيلم زي ده اطلاقا. كل اغنية فيه بتحكي قصة وبتدندن وبتطلع احاسيس، وفوق كده نغمات وصوت واداء روعة ولا اقل. حرفيا هتسمع حاجة تنضف ودانك. عايز برضه اقول ان الفيلم ده بنفس اهمية فيلم شريك لجيفري كاتزنبرج. الفيلم ده ما يقلش اي اهمية عنه في المقابل. ده الفيلم اللي كاتزنبرج اصر جدا عليه بعد خروجه من ديزني، لان دي الحاجة اللي ديزني ما كانوش عايزين يعملوها وخايفين يعملوها. فانت هتلاقي الفيلم ده وانت بتتفرج واخد elements كتير قوي من افلام ديزني التانية، واللي غالبا اتعودت عليها واتعملت بشكل سينمائي افضل بكتير وبدخلة انت مش متعود عليها. فيلم تحسه كده اكبر من انه يكون للاطفال، اكبر من انه يكون قصة الخير ضد الشر بتاع ديزني، اكبر من انه يكون شوية اغاني موسيقية خفيفة كده بس مسلية. الفيلم تحسه مخاطرة شغالة على الشاشة. شوف جمال المشاهد ديت رسوميا، شوف قوة القصة ومدى الجمال الفني اللي الفيلم ده اتعمل بيه. ككل حاجة ده واحد من الافلام اللي ما تقلش خالص عن افضل افلام هوليوود على الاطلاق. فيلم The Prince of Egypt هو بلا شك masterpiece. So I'll be with you when you انا معرفش احساسك بالظبط قصاد الفيديو ده دلوقتي عامله ايه، بس بجد يعني How to Train Your Dragon هو واحد من افضل الافلام السينمائيه على الاطلاق، بجانب انه من افضل الافلام الرسوم المتحركه، وبجانب انه من افضل ان لم يكن الافضل على الاطلاق لدريم ووركس. ببساطه ماستربيس زي الفيلم اللي فات بالظبط، والفيلم مش هين اطلاقا. هيكاب بيمثل الجمهور جدا في الفيلم ده، ويعتبر الدرس والطريقة الممتازة لفيلم من جواه بيعرف ازاي يخاطب الجمهور بشكل مباشر من غير ما حتى يكلمه، سواء بالشخصية الأساسية أو الشخصيات الجانبية. مفيش دراما كتير ملهاش أي 60 لازمة لمجرد شد مدة الفيلم، مفيش كليشيهات عبيطة. انت حرفيا بتتحط في نص دايرة القصة والفيلم، وبتستنى لحد ما تشوف أحداث شغالة بتحصل، وكل حاجة شغالة طبيعي جدا بشكل مريب. الزبدة بتسيح لوحدها في الطاسة بمعنى أصح. كل حاجة في الفيلم ده حرفيا ممتازة، من الرسومات للموسيقى للشخصيات لكل سطر اتقال واتسمع. إحساس أول رحلة طيران ما بين توثلس وهيكاب وهما بيختبروا ثقة بعض وقدرات بعض وفهم بعض، مع موسيقى وانيميشن عظمة. وفوق كل ده بتوثق الصداقة الرسمية ما بينهم. انت مش هتحس بده في أي فيلم تاني، حتى في السلسلة بتاعت الفيلم ده نفسها اللي الفيلم ده بدأها. ده الفيلم اللي يعتبر اوتلاير في السلسلة، وكل فيلم ثانوي فضل ينزل فيها بقى أسوأ. الحالة الوحيدة. حتى أفلام مدغاسكر مش كده الصراحة. الفيلم ده ناقوس رائع جدا يضرب لفكرة الثقة والصداقة والفن مع بعض. انت هنا بتبني ثقة كبيرة جدا مع شخصيات الفيلم ده، والثقة في الفيلم ده هي كل حاجة الفيلم بيركز عليها، لكن كمان كل حاجة بتدور حواليها. توثلس وهيكاب اخدوا نص الفيلم تقريبا عشان يوصلوا لمستوى الثقة الممتاز اللي يخلي توثلس يدي الامان الكافي، مش بس في انه يركب عليه، بل يبقى في القيادة وهيستأمن حياته في ايديه. مشهد التست درايف ما بين هيكاب وتوثلس هو مثال رائع جدا. الفيلم ده كله تحبيشة كده، تحسه متوازن من كل الاطراف بالتمام، وما تبقاش عايزه يخلص، ولا كوميدي زيادة عن اللزوم، ولا حرق وقت على الشاشة مش مطلوب، وفيلم حرفيا عالسنتي، ولا هيسرق وقتك ولا هتحس منه انك بتتفرج على تفاهة. واخدين بالكم من القائمة ديت؟ شايفين النظافة؟ دي مجموعة افلام مش بس تزعل بيكسار في ايام عز مجدها، بل تتفرج وتحس كأنك بتتفرج على سينما نظيفة من كتر الجمال.
في أفلام تانية حلوة جدا لدريم وركس طبعا، غالبا الناس كانت هتصرخ إنها ليه مش موجودة، وأنا متفهم طبعا، مش بستثني الأفلام ديت تكون عظمة، وهي مش زبالة برضه ولا حاجة، بس قوتها مش دايما بتظهر كمنتج مثالي، بس هي أفلام عالية بدون جدال. لكن مقارنة باللي موجودين في القائمة ديت، دول مستوى تاني. أكتر حاجة مشتركة ما بين كل فيلم في دول بره عن الموسيقى هو إننا هنلاحظ إن أفلام دريم وركس كويسة جدا إنها تتواصل مع الجمهور على مستوى الشخصي، اللي هي الأفلام مش بس لوحة فنية، بل أفلام بتتعمل ليك، بتكلمك، بتبقى عارفة الإحساس وإنت حاسس ليه وده موجود عندك ليه، وبتدخل في رحلة معاك عشان تعرف تصلح الشيء ده. ودي برضو من أقوى نقاط دريم وركس كاستوديو، هما مش بيخافوا، هيهبدوا هنا وهناك، بس تقدر تعتمد عليهم إنهم يطلعوا كواليتي. لو مسكوا كنز في إيديهم، لو مسكوا رملة هيطلعوا دهب. وبتحس إن الأفلام بتاعتهم مش مجرد قوية، غنية جدا بالأشخاص والأماكن والسرد، ومش بقلل من بيكسار من كونهم كده، لكن دريموركس قصصهم أقرب جدا للمشاهد العادي في حاجات كتير جدا. لو انت متفرجتش على فيلم واحد من دول، فأنا معرفش الصراحة ايه موقفك اللي يخليك تفضل متفرج على فيديو طويل زي ده، بس انت ممكن تكون من الناس بتاعت أنا مش بتفرج على أفلام كرتون وأفلام العيال الصغيرة ديت، وحقك طبعا. في منتاليتي ونظرة الناس حواليك بحاجة زي ديت والمجتمع، ممكن الناس تقول عليك عيل صغير، بس أنصحك برضو إنك على الأقل تاخد وقت لنفسك وتجرب فيه. انت قدامك قائمة بشوية من أفضل الأفلام السينمائية على الإطلاق، مش بس أفلام رسومية. جرب تشوف شوية من دول، وربما بعض الأفلام ديت هتدخل في دماغك بطريقة أو بأخرى. بالنسبة لي دريم وركس هو استوديو الطفولة، دايما كنت أحب أتفرج على أي حاجة بتعملها دريم وركس وأنا صغير، وفي أوقات صعبة الحاجات اللي الاستوديو ده كان بيعملها كانت دايما بتكون معايا، وبشكل أو بآخر كانت هي اللي بتديني الأدرينالين عشان أرجع أقف تاني على رجلي. أعتقد بقى كفايانا كلام على الاستوديو لحد النهاردة عشان احنا طولنا زيادة عن اللزوم. تتفق معايا أم تختلف في القائمة ديت؟ ولا واحد من الأفلام ديت إلا بأي شكل، ومهما حصل فهم دايما الاسم اللي دريم وركس بيلمع بيهم. شكرا للمتابعة، وأسيبكم كمان بيت يومكم. بيس.